تعالوا كده يا جماعة. لو كان السيسي عمل زي اللي عمله أحمد الشلة رئيس سوريا الحالي اللي هو الإرهابي، لو كان عامل زيه وبنى برج في مصر أو في القاهرة العاصمة يعني، وسماه على اسم ترامب، بقى برج ترامب. كان زمان الإخوان المسلمين ومحمد ناصر عملوا فيه، كانوا طلعوا علقوا له مشنقة، لكن أحمد الشلة هيعمله. انت مية مية، انت ذكي، انت حاتق، انت بتفهم دماغ ترامب، انت ما شاء الله عليك، انت مفيش زيك. يصبروا له، عايزين يمجدوا فيه يمجدوا. يعني كل يوم بتأكد الناس دي بيقلبوا الباطل حق والحق باطل، الباطل حق والحق باطل. فربنا يستر على مصر وربنا يستر على السيسي. كمان في حاجة كمان، ده غير كمان لما ترامب راح عند العرب والهلاكة، ده غير كمان لما ترامب راح عند العرب والهلاكة قال في المؤتمر عندهم إن إحنا عاوزين نمتلك حصة. مفيش فايدة في كل الفلوس اللي اتدفعت دي، برضه عايز يمتلك حصة ويدمر أمريكا. لا، إسرائيل كلهم واحد. شفتوا شفتوا يا جماعة، رغم كل الفلوس اللي اتدفعت دي، في آية في القرآن بتقول الأعراب أشد، إن في آية في القرآن الكريم بتقول الأعراب أشد كفرا ونفاق. مهما ما يستثمروا مهما ما يعملوا، برضو هيفضلوا هم الآية تنطبق عليهم. الأعراب دي بتنطبق على سكان البادية والصحراء. غير كمان شفت واحد يا جماعة بيتكلم من الخليج، بيقول كلمة حق. أصل لسه في ناس هناك في الخليج بيقولوا كلمة حق. قالوا إنه يعني إن يا ريتنا ربع مصر مرة تعمل تتطور من كل حاجة، تعمل موانئ، زراعة، مدن، بترول، كهرباء، كل حاجة بتعملها. مع إنهم ما عندهمش بترول، بس كل حاجة بتعملها، تطور الجيش، كل حاجة. شفت يا جماعة؟ فتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، رغم أنف الحاقدين. وشكرا، كان معكم أحمد إبراهيم. شكرا. غير كمان أحمد الشرع رئيس سوريا ده اللي سلم سوريا، مع إن هو وهيبني برج في الحتة اللي هو هيحكمها، هي دمشق. شفتوا؟ كان معكم أحمد إبراهيم. شكرا.